عرضوا عليا ترقية، بس بصراحة أنا محتار. المسؤوليات هتزيد، الضغط هيزيد، وهيبقى عندي ناس أكتر وشغل أكتر، بس زيادة في المرتب بسيطة. طب أقبل علشان المنصب والخبرة، ولا دي ترقية بالاسم وبس؟ ده سؤال حلو جدا. بص، أكبر غلطة إنك تبص على الترقية من ناحية المرتب وبس، وبرضه أكبر غلطة إنك تقول ما هي ترقية أقبل وخلاص، لأن الترقية في الآخر اتفاق بينك وبين الشركة إنك هتاخد مسؤولية أكبر، هتتحاسب على حاجات أكتر، وهتاخد قرارات أكتر، وممكن ضغطك ووقتك يزيدوا. فطبيعي جدا تسأل، طب وأنا هاخد إيه في المقابل؟ ممكن فعلا الزيادة في المرتب ما تكونش كبيرة، بس المنصب الجديد يفتح لك باب أكبر بعد سنة أو سنتين. بس ممكن الشركة تكون ببساطة بتقول لك اعمل شغل مدير بس بمرتبك القديم. أكيد أنت فاهم أنا قصدي إيه. وهنا لازم تفرق كويس قوي بين الفرصة وبين إن أنت تتحمل مسؤولية وضغط زيادة وخلاص. طب أنا المفروض أعمل إيه؟ أول حاجة وأهم حاجة، بص على الترقية كلها مش على المرتب وبس. اسأل، أنا هبقى مسؤول عن إيه؟ إيه الصلاحيات اللي هتكون عندي؟ هتحاسب على إيه؟ إيه الشغل اللي هيتشال من عليا مقابل المنصب الجديد؟ لأن أسوأ حاجة إن المسؤولية تزيد والصلاحية ما تزيدش. ساعتها أنت هتتحاسب على حاجات ما عندكش أصلا سلطة تتحكم فيها. متخيل؟ اتنين، اسأل نفسك، الدور ده بعد سنة هيخليني أقوى ولا لأ؟ يعني لو خرجت بره الشركة بعد سنة أو سنتين، هل الخبرة دي والمنصب ده هيفتح لك فرص أحسن؟ قيمتك هتزيد في السوق؟ لو ممكن فعلا فرق المرتب النهاردة يبقى خطوة تستاهل. تلاتة، ما تعتمدش على كلام زي خد الترقية دلوقتي وبعدين نبقى نشوف موضوع المرتب. اسأل بهدوء، هل رجع المرتب امتى وعلى أي أساس، وإيه اللي لازم أحققه علشان الزيادة تحصل. خلي الكلام واضح من الأول، لأن كلمة بعدين ممكن تفضل بعدين سنة سنتين والله أعلم. وافتكر دايما مش كل ترقية تبقى مكسب. الترقية الصح بتزود مسؤولياتك، صلاحياتك، وقيمتك في السوق. إنما لو اللي زاد بس هو الشغل والضغط، يبقى ده مش ترقية أصلا. فاهمني؟